بيك في حلقه جديده. مشكله النهارده عنوانها كده اسمه يعني ايه؟ قلوب تنبض بالعطاء. لا هو انا عايز اقول حاجه ثانيه. هي كانت دي المشكله اللي كانت جات لي في العنوان دوت اللي انت كنت جايبها. بس انا عايز اقول حاجه اللي هي التدخلات الاسريه. يعني دي يمكن يعني سبب اساسي في بوظان كل الجوازات. دي حقيقه. لان وهي عمليه يعني متشابكه شويه، لان هو كان القصه باختصار شديد واحد صحيح ما عندوش مشكله جوز واحده قعيده عندها شغف اطفال صغرها مهم يعني، وقاعده معاهم في البيت. هو وحيد ومعاه 3 بنات مع والدته اللي هي المريضه. هي علاقتها كويسه بحماتها تمام. الا ان اخواته البنات هم عشان بيشعروا بان يعني هم محدودين الجمال شويه، فهم مش بيتجوزوا او مش متجوزين. ودي حته هم يعني هي صاحبه المشكله نفسها اللي هي القعيده دي شايفه ان الموضوع مش كده. الموضوع يعني القوه والجمال الحقيقي وعنصر الجذب الحقيقي هو الروح. دي حقيقه. الاخلاق، القيم، المبادئ، الحاجات دي كلها، السلوكيات دي الحاجات اللي هي اهم حاجه في شخصيه اي حد، وهي مقتنعه بحقيقه بكده. دي حقيقه. الا ان هم التانيين اخواته بقى البنات هم عندهم ضغوطات بقى مختلفه. وانت عارف بقى يعني كون ان هم يقعدوا مع بعض ويبقى في المشاحنات اليوميه والتفاصيل الكتير، زي ما قالوا كده ان الشيطان يكمن في التفاصيل، وهم بيقعدوا بقى بيضايقوها كتير. وبيقولوا بيضغطوا بقى على اخوهم، بيقولوا انت المفروض تخلف ومن حقك تتجوز تاني، وعايز خليها، عايز تطلقها يعني هم بيضغطوا عليه بكده يعني. وهو بيحبها جدا، هو مقتنع بيها، مش باصص لعلاقتها خالص. هو بيحبها ومبسوط وعايز يسعدها اكتر يعني باكتر السبل يعني. ولدرجه ان هو قال لهم ان عيب الخلفه مني انا مش منها هي. موانع الخلفه خاصه برضه هي في العقد الرابع يعني في الثلاثينات، يعني اخر الثلاثينات، يعني من الممكن ان هي تكون خلاص ممكن ما تخلفش. دي حقيقه. وده هنتطرق في مناقشه المشكله. في المناقشه. طيب السؤال الاولاني بقى كنت عايز اعرف وجهه نظرك في فكره التدخلات. يعني ده مرض انا تهيألي ما بينتهيش. دي حقيقه. ما حدش بيتعلم. انا مش عارف يعني احنا في سنه 2023 ولا 24 وما زال الناس عندها فقر في خبرات مثلا مش عارف اسميها ايه. فقر في تدخل. ما فيش وعي مثلا من الاهل. طب الاهل اللي هم بقوا عندهم الست الكبيره دي مثلا اللي هي والدتهم ما بتوعيهمش ليه؟ ليه ما بتوعي؟ يعني فانا عايز رايك في حته التدخلات اللي هي الاسريه، لان بتكون سبب رئيسي في الانفصال او في المشاكل عموما. دي حقيقه. هو زي ما حضرتك قلت كده هو يعتبر مرض، يعني مرض اجتماعي. نقدر نقول عليه مرض اجتماعي، لان حته ده هو يعتبر يعني برضه في نوع من النهم. يعني احنا عندنا دايما حته عايزين نتدخل في كل حاجه وعايزين نبدي راينا في كل حاجه. التدخلات في العلاقه الزوجيه بين الزوج والزوجه سواء من الاهل او من الاصدقاء، يعني طبعا هو من الاصدقاء طبعا مش مقبول خالص على الاطلاق، ولكن يعني مبرر ان ممكن يكون صديق عايز يحط يعني نفسه في او يحاول يتدخل بشكل او باخر. لكن الاهل بقى يعني اهله خصوصا الامور الحساسه بالزوج والزوجه زي تاخر الانجاب. يعني موضوع تاخر الانجاب دايما تلاقي الراجل مثلا يجي له والده يا ابني طب ما تروح تشوف مراتك. ممكن يكون المشكله عند ابنك نفسه، فانت المفروض حاجه زي كده، وممكن يكون هو مش عايز يقول ان المشكله عنده عشان خايف حتى لاهله نفسهم حد يروح يتكلم كلمه ده بالنسبه له هيجرح مشاعره. اصبح الاب يعني كل تركيزه مع ان العيب تكون من مرات ابنه، ممكن يكون العيب من ابنه نفسه شخصيا. فهنا في نوع من التأنيب او نوع من يعني الضغط يعني اللي هو يعني مش لازم ان احنا نتدخل في حياه ابنائنا وحياتهم الشخصيه وموضوع الخلفه او اي امور حياتيه. دايما بتلاقي دايما سبحان الله كان الميديا زمان تظهر في ايام الزمن الجميل بقى تظهر السؤال حتى كده من الاب يقول له ايه يا ابني اخبار، يعني اخبارك
هو سايبه يقول الاخبار اللي هو عايز يقولها، يعني مش لازم يتكلم في حاجه عن حاجه هو بيسأل عن عنها. حاجه معينه، يعني على اساس ان هو سايب ابنه يقول. لو هو عايز يتكلم في الموضوع ده أيوة. تحديدا، موضوع الخلفه، والله مثلا يا بابا يعني انا عندي ظروف معينه، او الخلفه انا رحنا، عارف، هو عارف والده يقصد ايه، ايه تمام. اخبارك دي، هو عارف والده يقصد ايه. لكن دلوقتي عشان اتكلم او افرض موضوع بذاته واتكلم فيه، او اتدخل بشكل، او ابدي رايي في ان ازاي هو يحل مشكلته، سواء مشكله الخلفه او غيرها، بشكل يعني بيضايق الزوجين، ده حاجه انا شايفها. فهو يعتبر هو مرض سلوكي اجتماعي ملوش حل، هو مستمر. ودايما كل بقى يعني زوج وزوجه بيحاول قدر المستطاع ان هو يمسك العصايه من النص زي ما بنقول. لو هو عايز يزعل والده برد فعل مثلا ممكن يكون يعني رد فعل قوي او حاجه زي كده، او والدته ممكن يروح رادد على والدته يقول لها يا حاجه كل شيء بأوان. خلاص هي كده عرفت، يعني يا ابني كل شيء بأوان ايه يعني العيب منها ولا منك؟ بتلاقي برضو الكلام ده كله. ده انت فكرتني بحاجه. كان في واحد اتجوز، يعني اخوه الصغير، يعني هو اتجوز تمام وما خلفش. تمام. بعد شويه اخوه الصغير اتجوز بعدين وخلف. امه بقى كانت ايه تقول له ايه يا عم اخوك الصغير مش عارف ايه ويخلف يا جدعان المفروض الكبير يخلف الاول يعني. لا اله الا الله. دي والله. حاجه، ده كان حطاه تحت ضغوط نفسيه رهيبه حاجه زي كده. والله يعني هي للاسف الشديد في حاجات وفي يعني، بس عايزين نقول برضو اللي هو ايه، خلينا نتكلم ان احنا في مجتمع يعني متباين الثقافات يعني ده صحيح. فدي ده اللي بيحكم حته ردود الافعال اللي ممكن تكون فيها نوع من الطيبه، نوع من مش عايزين نقول عشوائيه يعني. بصراحه ولكن مختلف معاك في حته الطيبه. دي طيبه، ده خبز. اقصد بحته لا الطيبة. ان الواحده مثلا الثلاثه صاحبه المشكله يعني مثلاً. الام بتتكلم بعفويه في موضوع، حضرتك لسه ذاكر قصه الاخ الكبير والاخ الصغير، وان ازاي الصغير يخلف قبل الكبير. هنعتبر ده يعني هنعتبر ده نوع من يعني من الطيبه او العفويه في التفكير، او يعني واتفر من الاسباب. ولكن يعني هنا بقى ايه، بنقول من خلال البرنامج بتاعنا، وده اللي احنا عايزين نوصله لكل اسره، ان دايما الامور الحساسه ديت في علاقه اي زوج وزوجه بيبقى مهم جدا ان هي تكون لها اطار، ولازم يكون في وقفه معينه، اسال في ايه وما اسالش في ايه. ده مهم جدا. طالما هي امور حساسه، خلي كمان سؤالك حساس. تمام. يعني انتبه. دي حقيقه. يعني انت ما تبقاش اسال في ايه وما اسالش في ايه. انت الموضوع حساس، افهم بقى، لازم واسال بالطريقه نهين. يعني بشياكة. نرجع تاني للسؤال الذكي بتاع الاب بتاع الزمن الجميل اللي بيقول ايه، اخبارك ايه يا ابني؟ اخبارك ايه يا ابني؟ دي تمام. ممكن يكون راجل بسيط جدا ولكن عنده حنكه في طرح السؤال نفسه. تمام. بيقوله بطريقته، ويسيب الابن ويسيب الجواب للابن على طريقته. هو عايز يتكلم، عايز يوصل لاي حد معين من تمام. يعني عايز يقول اي خبر من اخباره. تمام. الزوجيه بينه وبين مراته. طبعا هو اكيد لو اتكلم هيتكلم في حاجه يعني في الاطار المقبول وعامه وكده، او هيوصل هيتكلم في حاجه زي كده، هيتكلم بشياكه. بالظبط. مش هيتكلم يعني هو لو رد على والده مثلا قال له ايه، ربنا ييسر امور يا حاج، يعني لو تقصد الخلفه احنا يعني بنتابع وربنا يصلح الحال، يبقى في الحاله دي هو برضو يعني اسلك صدر والده باجابته. وفي نفس الوقت برضو يعني ايه، الموضوع ما بقاش فيه نوع من التدخلات اللي هي ايه المبالغ فيها او اللي تضايق يعني. طيب الجزء ده كده، النصيحه او الكلام او الجواب ده موجه لمين؟ موجه للثلاث اخوات الراجل. هي بقى تعمل ايه؟ هي بالنسبه لها بقى هي يعني هي في قلب المشكله، تتصرف هي ازاي؟ هي تتعامل معاهم ازاي؟ هي موجوده يعني للاسف الشديد في يعني محطوطه تحت ضغوطات مركبه. هي طبعا تطرقت لامر ان يعني اخوات زوجها الثلاثه طبعا يعني على قدر يعني متوسط من الجمال او حاجه زي كده، بتقول ان ده عامل عندهم ضغط شويه، بداوا يكبروا في السن يمكن شويه ولا حاجه، وبرده ما فيش زواج او كده. كل دي فعلا ضغوط يعني هي شايفه ان هي، وده كويس ان هي تبقى عندها مبررات، عندها ادراك ومبررات لصبرها. يعني دايما انت دايما بتبحث على مبرر لصبرك لما توصل لقمه الضيق او قمه الخوف، او في بعض المشاعر اللي انت بتحاول تشوف مبرر معين يخليك تصبر على
يعني مثلا على اي مشكله انت بتمر بيها او حاجه زي كده، فهي عندها مبرراتها او عندها مبررات ليهم اللي على حسب حماتها ممتازه وطبعا بترأف بحل مرضها، وده طبعا واجب عليها يعني بقدر او باخر، وتساب عليه طبعا في المقام الاخير. ويمكن برضو دي نقطه انا باكد عليها، لان في ستات ممكن يزعلوا مني يفتكروا ان انا يعني بقول لا ده واجب عليها ان هي هو واجب انساني في المقام الاول والاخير، مش بنقول ان هو لازم ان هي تبقى هي اللي بتخدم يعني والده جوزها. لا احنا كويس عارفه ان دي تعتبر في مقام والدتها، وان واجب عليها ان هي تحاول تساعدها او حاجه زي كده. جميل جدا. فهي عندها من المبررات اللي بيخليها تصبر على الاذى بس اللي هو هي بيجي كون ان هي توصل ان هي متابعه بريد روزا، تمام، وكون ان هي توصل تمسك القلم وتكتب او تبعت لك على المشكله على الظروف، ده معناه ان هي عندها ادراك، تمام مفيش مشكله، بس هي برضو وصلت لمرحله معينه ولحد معين من الصبر. فهي برضو عايزه خطوات يعني. ومع ذلك صبرها طال عليهم، مش شايفه في جديد، ده اللي حضرتك عايز تقوله. وهي عايزه بقى خلاص، هي عايزه تشوف حل بالظبط. هنا خليني يعني اوجه برضو، يعني طبعا انا في المقام الاول والاخير بحاول ان انا يعني اعرفها ان هي من ناحيتها هي شخصيا تحاول يعني تعمل استطاله للصبر بتاعها قدر المستطاع، ولكن خلينا نقول من خلال البرنامج نقطه ثانيه مهمه بوجهها برضو للزوج رب الاسره. هو ده السؤال الثالث بقى يا باشا. عايز اعرف، احنا كده قلنا اجابه ليهم هم الثلاثه ان هم ما يتدخلوش، وقلنا ليها هي صاحبه المشكله، قلنا بقى دور زوجها بقى. لا طبعا يعمل ايه؟ ده اللي انا عايز اتكلم فيه. حضرتك اثرت نقطه مهمه جدا. اي زوج هو قائد في بيته، لابد ان هو يكون عنده القدره على التدخل في الوقت المناسب لحل المشكلات بالطريقه المناسبه اللي هو شايفها انها مناسبه. هل هو المناسب او في الوقت ده ان هو يطلب منها ان هي تصبر على اخواته على اساس ان هو شايف ان في يعني سبيل في امل هم يرجعوا او يتراجعوا عن الوضع لحد ما ربنا يكرمهم؟ طيب هل هو من ناحيه ثانيه بيرجع لاخواته ويكلمهم بينه وبينهم عايزكم تعاملوا يعني مراتي كويس، ما تنسوش ان هي علاقتها بوالدتكم ممتازه، بتحاول دايما والدتكم بتشكر فيها، دايما شايفه ان هي بتتحمل الكلام ده كله بتاع. وبعدين كمان هو قايل لهم ان المشكله عنده بالنسبه للخلفه من عنده هو، فيعني ما تنسوش ان هي مستحملاني في موضوع الايجاب، يبداوا هم يتراجعوا. ده الذكاء من الزوج. هنا الزوج القائد اللي هو عنده الفطنه او من الفطنه اللي يقدر من خلالها يخلي بقى يحل المشكله او يعمل توازن اجتماعي في ردود افعال. يعني ممكن هو كمان يتحكم في رد فعل اخواته مع زوجته بطريقته، يعني يكون ان هو يقول لهم حاجه زي كده المفروض ان هم يتراجعوا. طيب طب هو ما تراجعوش. ما دي النقطه اللي انا عايز اتكلم فيها. هنا بقى يبدا ان هو يعمل بقى ايه، هو اولا هي فصل ما بينهم مثلا، يعمل فصل ما بينهم. وبعدين في حاجه تانية، هيجي لوالدته يقول لها طبعا انت عارفه ان انا عندي يعني مراتي انت عارفه شخصيتها عامله زي انسانه كويسه محترمه، وعلى فكره مختارها عشانك والكلام ده كله بتاع، ولازم تتفهمي ان انا عايز اخد شقه بره، يعني ياخد لها شقه بره بقى. يعني هنا بقى انا بتكلم في هنا القياده، هنا اقدر اعرف بالظبط انا احل ازاي المشكله بتاعتي دي. يعني مره واثنين وثلاثه يا جماعه الوضع كده مش هينفع، انا كده هضطر، انا يعني معلش بقى انا اسف، هضطر بالظبط، مع انها هي كانت قايمه بكل حاجه اللي كانوا بيسخروا منها، هي كانت قايمه بكل حاجه في البيت. ومع ذلك برضو التنمر والاسقاط والحاجات دي كلها، الامور دي كلها هو الزوج بقى هنا يقدر ان هو يفهم او يقدر يعرف او يقدر يحس الموضوع ممكن يتحل ازاي. هل يتحل بقعده مع شقيقاته يتكلم معاهم ويحاول ان هو يخليهم يغيروا طريقتهم، او ان هو يشوف، او ان هو يعرف والدته ويقول لها معلش بقى يا حاجه انا هضطر كده انا مطمن عليك افصل بينهم وهتجيلك وتشوفك وبتاع. حتى هي كمان لما تروح تقعد مع حماتها وتبقى قاعده في شقه ثانيه يبقى هو خف الضغط عن مراته وعن حماته برضه. ما هي اكيد برضه حماته شايفه المشاكل كل شويه. وهنا برضه من ضمن الزوايا الرئيسيه يا استاذ احمد اللي عايز اتكلم فيها ان الزوج لابد يكون عنده من الفطنه
ومن الذكاء ومن القدره على قرايه كل التفاصيل والله في حياته. بص هقول لك على حاجه، عشان خاطر يقدر الطريقه الصح. هو دايما الراجل بيبقى المفروض هو القائد، والمفروض هو يحاول يكون عنده فطنه. دي حقيقة. ده المفروض. دي حقيقة. بس المشكلات اللي الواحد بيشوفها حواليه في المجتمع، ما بشوف، بلاحظ ان كل واحد مندفع لغضبه، لمشاعره ايا كانت حلوه فالدنيا حلوه، كان فيها غضب ممكن يوصل لمرحله الانفصال. يعني انا ليا صديق اتنين، واحد طلق مراته بسبب الغضب، بسبب كثره الغضب وخلاص. يعني هو لما يقعد كده مع نفسه وتقعد يقعد يشوف ايه الاسباب، لا اسباب تافهه جدا. ما كانش قائد، او ده مش منظر. هو شوف حضرتك، هو طبعا شخصيه الراجل يعني زي اي شخصيه الانسان عموما، اي انسان عمليه مركبه، اي انسان معقدة. بتبقى بالظبط كده، اللي هي النفس البشريه معقده بطبيعتها. يبقى بس دور الراجل ان هو دور الاب، عايز ارجع لدور الاب اللي ربى الابن اللي بقى زوج في يوم من الايام. ما هي كده بقى ايه، عمليه مسلسله. ولكن لو بداناها من البدايه خالص، حتى المواقف اللي بتحصل بين الازواج في البيوت يا استاذ احمد، يعني انا مثلا لو بدات ارجع بالذاكره لمواقف بين والدي ووالدتي، مشكلات اجتماعيه ممكن كانت بتحصل في اي بيت، وبقدر اتذكر هتقدر تقيمها. والدي حل المشكله ازاي، هقدر من خلال الخبرات المتراكمه. حتى لو انا طفل، احنا اطفال صغيرين اكيد كلنا بنفتكر مشكلات اجتماعيه حصلت بين والد في كل واحد فينا ووالدته. تمام. فقدر يعرف ان الزوج هنا او والده كان بيحل المشكله ازاي. ده يبدا هنا الابن، يعني زي ما بيقولوا يشرب من الخبره من والدته، من والده، ويقدر ان هو يحل بنفس الطريقه ويبقى عنده نفس. وهنفترض نقطه، هنفترض ان في بعض الابهات بيبقى هو راجل يعني مش ذو كاريزما او ذو بسيط، يعني هو بسيط. تمام. فممكن بعض اللي هو يعني الاجيال الجديده اللي هو عايز يفتكر ان باباه حاجه ممكن ما يلاقيش. دي حقيقة. انا عايز اقول لك ان مفيش عذر برضه. انت هنا عندك دلوقتي الميديا والانترنت وجوجل، عندك جوجل بقى هتدور بكل اللغات اعمل ايه او اتصرف ازاي في الموقف الفلاني، هيلاقي فيه نقط. بس هي الفكره ان مفيش اصلا الفكره في حد ذاتها ان الواحد يبحث عن المعلومه عشان يعلم نفسه. نرجع حتى لو مش هيقرا، يا اما يقرا له مقاله، لو مش هيقرا كتاب يقرا مقاله، لو مش هيقرا مقاله يتفرج على فيديو، يتفرج على القناه بتاعتنا. وهنا زرع قيم معينه او سلوكيات معينه تثقيفيه او توعويه من الاهل في الابناء، زي يعني انا يومي ما يعديش لغايه بحكم ان احنا بنسجل في معرض كتاب. تمام. احنا دلوقتي بنسجل، والله هي جت صوت بالصدفه. الحمد لله. بس هو حاجه صدفه جميله طبعا، واكيد مكان رائع، يعني الواحد سعيد ان هو بيسجل فيه. لان معرض الكتاب طبعا هو اصل الثقافه، ويعني ومن ضمن الروافد الثقافيه طبعا، زي ما احنا شايفين ما شاء الله، يعني اعداد من الناس، حاجه رائعه جدا، حاجه تفرح. هي الفكره كلها ان يعني عايز اقول لحضرتك ان حته التوعيه سواء من الاهل او دفع الابناء ان هم يقروا او يطلعوا او يتابع موضوع مفيد. حته عندنا بقى يعني اللي هي يعني هنقول الروافد اللي هي الثقافيه كتير جدا دلوقتي، يعني عندنا التكنولوجيا دلوقتي، عندنا اليوتيوب، وعندنا كل طفل دلوقتي عايز يبقى يوتيوب. على فكره انت تقدر دلوقتي تنزل كتاب باللغه الاسبانيه وتترجمه على جوجل، كتاب كامل بالظبط بيتكلم في نقطه معينه مثلا انت مهتم ان انت تتعلمها، او شايف ان دي مشكله. ما انت حياتك ممكن تخرب بسبب مثلا مشكله زي بسيطه زي اللي اتكلمنا عنها من شويه، مثلا الغضب مثلا. تمام. مثلا تمام. اقرا ازاي. هو السؤال هنا، هل انت عندك استعداد انك تفضي نفسك ساعه للقرايه ايمانا داخليا، او هيضيف ليك؟ هنا دي الفكره. ما انا حياتي زرع الثقافه. لا، ما هنا بنيجي من البدايه برضه، تاني نرجع للبدايه. الاب والام دورهم ان هم احنا بنقول في معرض الكتاب
الام ان هم يزرعوا في ابنائهم. انا بفرح قوي يا استاذ احمد لما جيت النهارده معرض الكتاب وبلاقي فيه اطفال صغيرين، اسر على فكره ما شاء الله، في اسر كامله عشان خاطر يرتبط بيزرع، وده صح بالظبط، عشان خاطر اهميه الكتاب ده، عشان الابن يعرف ان الكتاب اللي هو ماسكه في ايده ده فيه معلومات مهمه، وهيروح كمان لاي كتاب يختار وهو في اي مرحله سنيه مطلوب فزرع القيم دي في اللي هي ان انا ادخل على اليوتيوب عشان افتح موضوع معين عايز منه معلومه زي ما حضرتك قلت، عندي قدره على البحث وعلى قدره على اختيار الموضوع المهم او المشكله بتاعتي بالظبط عشان احلها ايه والكلام ده. فده طبعا اكيد يعني من ضمن الحاجات اللي طيب احنا اخر سؤال بقى عشان نختم. تمام. لو افترضنا ان صاحبه المشكله اتحلت مشكلتها، سواء تمام ان علاقتها اتصلحت مع اخواته، تمام، والدنيا مشيت والدنيا تمام، او انفصلوا بقى، يعني هو خد مراته وراح قعدوا في شقه بره، تمام، هنفترض الافتراض ده. تمام. طب احنا زي ما ذكرنا موجود في القصه وقلنا في بدايه الحلقه ان هي في العقد الرابع وفي اواخر العقد الرابع، تمام، وهي طبعا عارفين ظروفها، هم حاولوا يروحوا اكتر من مره للدكتور علشان يشوفوا موضوع الخلفه، والدكتور قال لهم لا اصبروا جدلا عشان برضه نساعدها برضه على قد ما نقدر، او لو في حد بيتفرج علينا عنده المشكله واصل للمرحله اللي احنا بنتكلم فيها دي، هنفترض ان هي ما خلفتش، السن مشي بيها وهي ما خلفتش وخلاص هي عدت السن، يعني هو في سن معين بالنسبه للسيدات، وطبعا بالنسبه للراجل لو عنده 70 سنه بيخلف عادي مفيش مشكله. تمام. وخلاص احنا بقى ايه، هم بقى مع بعض بقى، هم على يقين ان العيب ما هماش عارفينه، بس هو ما عندوش عيب ان هو يخلف، وهي ما عندهاش عيب او عندها عيب مالناش دعوه، المهم ان هو ايه، السن مشي بيهم وهو اصبح في حاجه ملحه جواه، اللي هو عايز يبقى اب، وقال لها دلوقتي انا عايز ابقى اب. تمام. وخاصه ان هي ظروفها معروف مثلا ان هي قاعده، او ان هي مالهاش حد، باباها ومامتها مش يعني متوفيين ومالهاش اخوات، فاصبح هي كده مالهاش حد في المجتمع في البيئه اللي فيها. فعايز اعرف يعني انت شايف ايه مثلا في وجهه نظرك، هل هي تقبل ان هي تكون زوجه ثانيه او زوجه اولى وهيبقى في ثانيه بقى علشان بهدف فكره الانجاب وهو من حقه، ولا تنفصل، ولا تعمل ايه؟ والله هو يعني حضرتك قلت طبعا ان هي ما عندهاش مشكله وهو ما عندوش مشكله، يعني احنا بنفرض جدلا كده طبعا هو ما عندوش مشكله وهو يعني الاثنين ما عندهمش مشكله. انا شايف ان فرضيه ان هو يتجوز عشان خاطر يخلف، زي ما هو ما ضمنش ان هو يخلف منها، هو مش ضامن ان هو يخلف من واحده ثانيه. ولذلك انا يعني بما اننا حطينا فرضيه لحاجه زي كده وفرضيه غير واقعيه، هنحط بقى واقع تاني لتفكير اي زوج في يعني بيفكر بالطريقه دي. فكر قول انا هو فكره اتغير، هو ما كانش، بس هو بعد شويه اتغير. احنا بنحط بنفرض جدلا يعني بنفرض جدل ان هو في مرحله التفكير، تمام، ما خدش لسه القرار وما ما اعلنش قراره لزوجته ان هو خلاص انا عايز اتجوز عشان اخلف، يمكن تكون المشكله عشان احنا الاثنين متجوزين بعض. تمام. فهو هنا يعني الانانيه، يعني هو انت بتفكر ان انت تصدمها وعارف ان ما عندهاش عيب، وعارف ان هي عايشه معاك على الحلوه والمره زي ما بيقولوا، وعايشه معاك بما يرضي الله وعامله كل حاجه كويسه. يعني دايما الرسول عليه الصلاه والسلام نهانا عن قهر الزوجات، حته ان انا اقهر زوجتي بمجرد ان هي يعني بمجرد القهر وهي ما عملتش حاجه اروح اتجوز عليها. هنا مفيش سبب، يعني احنا بنفرض جدلا ان مفيش سبب، لا من عنده مشكله من عنده ولا مشكله من عندها. تمام. يبقى انا اقهرها ليه واروح اتجوز من واحده زي ما ضمنت، زي ما انا اتجوزت مراتي وانا ما كنتش ضامن ان انا اخلف منها، برضو مش ضامن ان انا اخلف من الزوجه الجديده. ولذلك انا شايف ووجهي برضو انا كراجل كاتب لباب اجتماعي زي ده، ان انا افكر بطريقه الزوج اللي هو عنده نوع من الثبات في التفكير وعنده نوع من الحكمه. انا زي ما ربنا يعني ما رزقنيش من زوجتي اللي بقى لها
سنين معايا ممكن ان ما يحصلش لزوجه ثانيه. طب ما يعني ما اصبر. ده خطاب ليه هو، انا بتكلم ليها هي تتصرف ازاي. انا هفترض بقى خلاص هو الراجل خلاص عايز يتجوز وخلاص ملاته الفكره وعايز يتجوز، يعني احنا ويقول هو لك يعني خلاص قال لها، يعني هو قال لها ان هو اصل الاجابه دي موجهه ليه هو، تمام، ان هو ما يقهرهاش، او لو احنا افترضنا ان ده قهر، تمام. مع ان على فكره في الدين الاسلامي ان هو الواحد يتجوز 4 عادي لاسباب مختلفه طبعا، أيا ولكن كان. لاسباب يعني بس هي تنصحها بان هي مالهاش زي ما قلت مبرره لك. يعني. انا بنصح يعني دلوقتي تنصحها بايه؟ هي دلوقتي خلاص مش ملهاش حد بره، هي ملهاش حد بره، تمام. يعني لا باباها ولا لها اخوات ولا لها اب ولا ام. يعني اصل خد بالك في نماذج في المجتمع كتيره الواحد شافها قدام عينيه، يعني بيبقى فيه لسبب معين هي ما خلفتش ما قدرتش، وعلى فكره هي مش ما تكونش مثلا قاعده على حاجه سليمه، تمام، بس حصل ما اندمتش. هو راح قال لها انا عايز اتجوز عشان اخلف، واضحه خالص الكلام، تمام. وهي زعلت وسابت له البيت شويه بس ما انفصلتش. بعد ما اتجوز يعني اتجوز الثانيه وفعلا خلف من الثانيه 2 و3 و4. تمام. الثانيه رجعت معاها واصبحوا الثلاثه مع بعض. تمام. الدنيا مشيت، وكانت ليه؟ لان خلاص باباها ومامتها واخواتها متجوزين وباباها ومامتها ماتوا، واصبح هنا برضو. انا عايز اقول لك ان ده حل يعني قد يكون حل يعني مطروح وعادي، ما هواش فيه مشكله. انا عارف ان البنات هم او الستات هيزعلوا قوي من الراي ده. طبعا. وانا بس انا بحكيت ان دايما الحياه مشتركه، والزوج له حقوق والست لها حقوق. الست ملهاش انها تتجوز 4، ده صحيح، الراجل هو اللي له ان هو يتجوز 4. طيب انت عندك يعني 3 حقوق زياده، يعني اتجوزت مره وهي اتجوزت مره، اصبح حق متكافئ او متساوي. طب في انت عندك 3 حقوق تانيين ممكن يعني او 3 يعني زيجات تانية ممكن تعملها. الرجاله هيحبوا حاجه زي كده. لا ما هو طبعا اكيد، ولكن احنا خلينا نقول دايما او نركز في نقطه ان موضوع القهر، الزواج بين الزوج والزوجه لابد ان هو يكون في علاقه خلاص هي ما فيش غيرها، علاقه واحده، علاقه العمر كله، حكايه العمر كله زي ما الاستاذ فريد الأطرش بيقول يعني. لكن لما يكون في مشكله معينه يعني زي موضوع مثلا الخلفه، وهو طبعا هي في زوجه تقول لي زوجها ايه، طب شوف لو اتجوز في الحاله دي هي يمكن نفسها هي حاله من الرضا، هو بشكل او باخر مبين لها ان هو مرتبط قوي بالاطفال، فبيقولها لها بطريقه غير مباشره، وهي لما حسيتها منه مره واثنين وثلاثه فبتقول له. لان الست الانانيه طبعا هنا هتفكر بانانيه. وعلى فكره انا شايف، انا واثق ان عاطفه الست بطبيعتها دايما بتدفعها للعدل، يعني دي نقطة مهمة جدا يعني في حتة الخلفة تحديدا يعني. هي طبعا أكيد أي زوجة ما بتحبش يبقى لها شريكة في زوجها يعني، ولكن في نفس الوقت أنا بلاحظ إن الحتة دي موجودة دايما في الست، يعني عندها دايما لما بتوصل لحتة إن هي هتظلم زوجها في موضوع الخلفة دايما بتبقى قريب، يعني تقول له إيه اتجوز، لكن الزوج يبقى صعب المشكله من عنده هو ننفصل، مع ان لان دي تمثل بالنسبه له صدمه، لانه هو عاش معاها وحبها بس على فكره بتبقى نسبه الموافقه منها بتبقى قليله جدا، يعني هي طبيعه الست كده. طبيعه ان هي توافق ان هو ينفصل ويروح علشان هي نفسها تتجوز علشان الخلفه وهتسيبك، دي بتبقى قليله متهيألي. والله هي لها نسبة، يعني أعتقد يعني بتختلف حسب بقى كل واحدة ارتباطها بزوجها. لا في ستات بتقول لك لا أنا جوزي ده بالدنيا وما فيها، بتقول لك خلاص أنا مش مهم عندي. يعني أنا افتكرت عنوان مرة ده بيحصل في جريدة يا رب، في جريدة المصري اليوم من سنين طويلة. تمام. شفت عنوان هو المفروض إيه مكتوب إيه؟ رب ضرة نافعة. دي حقيقة. مش ضرة. ضرة الضرة اللي هي الزوجة الثانية. ايه كانت القصة؟ هي كانت في سطرين 3 كده. كانت هي الست الأساسية اللي الزوجة الأولى يعني كانوا قاعدين في أرياف، فما كانتش بتنجب، ما اعرفش هم اتفقوا بشكل معين ان هو يتجوز واحدة ثانيه، واتجوز واحدة ثانيه فعلا، والثانيه دي خلف منها بقى ايه 3 4 5 عيال. تمام. وكانوا هم بقى قاعدين بيشيلوا الايه شغل البيت كله يعني.
فكان الصحفي او اللي كان بيسالها يعني بيقول لها يعني انت الزوجه الاولى يعني، هي ببساطه كده قالت له والله عادي انا ما عنديش مشكله يعني، اهو بنساعدوا بعض في ايه في الخبيز، وبنساعدوا بعض مش عارف في الشغل وشغل البيت والحاجات دي كده. فهي دي كانت حته يعني إيه افتكرتها يعني، حته ان هو لا في بعض الستات بيقبلوا الحته دي وبيقعدوا ويعيشوا عادي خالص، ما فيش اي يحصل. بس مشكلة. يعني خلينا نقول ان دي شذوذ القاعده، يعني دي شذوذ القاعده. ماشي يعني هننهي على كده. وملخص سريع في 3 نقاط او نقطه او 2 اهم النقاط في المشكله دي. والله التدخلات اهم النقاط طبعا في المشكله هي التدخلات الاسريه، لابد ان هي تكون برضو يعني اي اهل زي ما قلنا لابد ان هم يكون عندهم يعني فطنه، لان اي تدخل بين الازواج ممكن يؤدي لمشاكل طبعا حصريه. فاحنا نمتنع عن التدخلات الاسريه بين الزوجين. بالظبط. هذه واحده. الثانيه ممكن نقول ان اي راجل لابد ان هو يكون عنده القدره على ايجاد حلول في الوقت المناسب للتدخل في الوقت المناسب، وده هيتطلب منه ان هو يزود وعيه. بالظبط. من خلال القراءه او مشاهده فيديوهات مناسبه للحاجات اللي تمام. 2 3 بقول ان دايما يعني الزوجه لابد ان هي يكون عندها برضه نوع من الصبر شويه، اذا كان في مشكله من الزوج او حاجه زي كده تحاول قدر المستطاع، لان ده هي عارفه ان بيبقى يعني زوجها تحت ضغط ما بين يعني ما بينها وما بين اهله، فالمفروض ان هي يكون عندها يعني القدر الكافي منهم للصبر عشان خاطر تقدر ان هي توصل يعني افضل حل. تمام. احنا كده وصلنا لنهايه الحلقه. بشكرك جدا يا استاذ احمد على هذا اللقاء الرائع. اتمنى نشوفك ان شاء الله في لقاءات قادمه ان شاء الله. ده شرف ليا طبعا. شكرا. السلام عليكم، اشوفكم على خير. السلام عليكم. حاسس ان هو هم. خلي بالك انت حته عايز الفت نظرك